بص يا كروان، انت بتصل عني تخلت عني، انا ما اتخلتش عنك. انا ما قلتلكش تدي امها 5000 جنيه تدفع ايجار الشقه اللي هي قاعده فيها. تمام؟ ما قلتلكش. ما بتقول لي الناس عنتي. انا ما اعمل ايه؟ ما قلتلكش تفرحش برضه. ليه؟ بص انت بتتجوز بتخطب البيت وبتتجوز البيت، ما بتخطبش اهلها وبتديهم فلوس. تمام؟ انت قلت لي اصل الناس دي خلابه والناس ديت قاعدين على الارض ومش الارض. قلت لك يا كروان هيطمعوا فيك، بلاش كده يا كروان. ناس كتير جدا كانت بتتفرج على فيديوهات كروان مشاكل عندي، وكانت عايزة تعرف مين شريهان اللي كان عمال يدعي عليها وكان عمال يقول عليها منك لله يا شريهان. انت اللي عرفتيني عليهم. منك لله يا شريهان، منك لله يا شريهان. انا ما كنتش اعرف الناس دي، ما كنتش اعرفهم. منك لله، حس الله ونعم الوكيل فيك يا شريهان. اشوف فيك يوم يا رب. حق ما انت عملتيه فيا، حق ما انت عملتيه فيا. شغل التكييف. هاتف في هاتع. بص انا المفروض كده عريس. بصوا اسمعوا، وهنزل الفيديو ده. انا عاوز مراتي منكم، انت مراتي. تليفون ما فيهوش صوت يا شيخه، ابعتيهم هنا بقول لك. ولما يصحى من النوم لا اله الا الله تتحرك عقده. فاذا توضا انحلت عقده. الاثنين اتحلوا. فاذا صلى انحلت عقده. الثلاثه اتحلوا. شي المفروض كده الشيخ قال المواعيصه وقال كل حاجه ناقصه على الامتى. الامتى ناقصه عليها، ناقصه لي على الامتى. يعني شي كده المفروض ان هي مراتي واقفه على الامتى. الشيخ قال كل حاجه واقفه على الامتى بس. شريهان هي اللي هتسمعوا صوتها في الفيديو بتاع النهارده. وشريهان دي يا جماعه تبقى صاحبه الطرفين، صاحبه عيله شعبان عبد الرحيم وصاحبه كروان مشاكل. هي حبت ان توفق راسين في الحلال. ولكن من الواضح كده ان المثل اللي بيقول يعني تمشي في جنازه ولا تمشي في جوازه، الحقيقه دلوقتي بيتطبق يعني. مش عايزك تغلط ومش عايز حاجه، اللي ليه حق هياخده. بس احنا لينا حق هناخده، هم ليهم حق هياخدوا. هترجعوا لبعض بالمعروف، هم برضو في الاول وفي الاخر اخواتنا. يا عم ترجعوا لبعض انا بالمعروف. عاوز اركع. ايوه انا عارف، قلتها النهارده للناس في التليفون ان انت راجل شاري، انت ما عملتش حاجه غلط ومش عاوز تتهم. حاجه. بص يا عم محمد، يا عم احنا مش عايزين، واحنا عايزين اللي قال لك. يا عم انا عارف ان انت شاري ومش في دماغك ولا فلوس ولا دهب ولا حاجه. انت يا عم هدي بس الدنيا، ومش هنغلط في حد ولا بتاع. في ربنا يكرمنا، في قاعده نقعدها، لو في خير في ما فيش يدونا حاجتنا وكل واحد يروح لحاله بالادب. بس هم في الاول وفي الاخر اخواتنا، وعشان خاطر مش عارف الرحيم الله. والمصحف ده يا عم محمد، بس انت ما ينفعش يتقلب عليا. انا هم النهارده طلعوا انا ما هسيب صاحبي ولا تليفون لو سبت البيت. يا عم ما انت حقك تاخده، مش انت شاري، هم اللي بايعين. ما دي الاصول. ايوه بس اصول. واي حد، وهات اي شيخ من الازهر يقول لك نفس الكلام. انت راجل ما غلطتش، انا وعهد الله انت ما غلطت. انا لو غلطت ما حدش هيشترك معاك في حاجه زي كده، اصل احنا مش بتوع الميديا. بس فانا عايزك تهدى كده، ولو ليك حق هتاخده وهم ليهم حق ياخدوه. بس كلامك صح يا عم محمد. في ناس محترمه وناس كبيره وتشهد، وفي قانون في البلد يشهد. هو بيننا وبينهم القانون، بيننا وبينهم ناس محترمه. مش كفايه عربيه اللي ولعت، اللي كسرت عربيتي. هو بيقول لك ان انت ولعت العربيه. انا اشهد، واحنا في الزفه العربيه ولعت من الصواريخ. انت مالك؟ انت راجل كنت عريس وراكب عربيه ثانيه، هتولع في عربيتك ازاي؟ اللي بيقول لك انت هتولع ان انت ولعت في العربيه. هولع في عربيتي ليه؟ هولع فيها ليه؟ الناس عندنا مش شايعه اي ازاي وانت كنت عريس راكب جنب بنتهم العربيه الثانيه البي ام؟ ايوه هتولع فيها ازاي؟ وهتولع في حاجتك ليه؟ عشان ترند. انا عارف ترند، واحنا محتاجين ترند. بص يا كروان، انت داخل الباب من بابه، قعدت مع ابوهم، طلبت منك 5000 جنيه عشان الواحده شقه. اسمعني انا معاك اهو. انت بتصل عني تخلت عني، انا ما اتخلتش عنك. انا ما قلتلكش تدي امها 5000 جنيه تدفع ايجار الشقه اللي هي قاعده فيها. تمام؟ ما قلتلكش. ما بتقول لي الناس عنتي. انا ما قلتلكش برضه. بص انت بتخطب البيت وبتتجوز البيت، ما بتخطبش اهلها وبتديهم فلوس. تمام؟ انت قلت لي اصل الناس دي خلابه والناس ديت قاعدين على الارض ومش الارض. قلت لك يا كروان هيطمعوا فيك، بلاش كده يا كروان. انت جبت لهم هدوم، انت جبت لهم هدوم. وقبل الفرح بيوم، قبل ما تروح تاني يوم الكوافير قالت لك هات 5000 جنيه واديتها 5000 جنيه. والاكستنشن ابو 10,000، وركبت لهم استكشن في شعرهم ب 10,000. تمام؟ انت دلوقتي انت مش عليك العيب. انا كنت حاضره يوم كاتب الكتاب لما كان المأذون موجود، وبعدين انت ما طلبت اوبر ومشيت. تمام؟ جم قعدوا مع بعض،
فجاه مش عارفه اتكلموا مع بعض. مهم خدوا بعضهم ايه ونزلوا تحت لبتاع الدهب اللي تحت. انا بقى نزل لما تحت. مشيت، انا لما مشيت خدت تعب معايا. لا انت معاك التسجيل تاني يوم بعد الحادث لما البت قالت لك احنا ما عملناش فيك محضر ولا في التليفون أيوة. ولا الذهب معانا. ايوه انت ما ظلمتهاش يا كروان، انت ما ظلمتهاش، هم اللي جم عليك. انا على وبعدين طول في حاجه استنى في حاجه، ابوها ما كانش بيفتح لايف، النهارده فاتح لايف وبيغني في الكافيهات واللايف عنده 5000. مين اللي عايز ترند؟ ايوه انت ولا هم؟ يبقى هم كانوا أيوة. بيستغلوك انت، حرام عليهم والمصحف. عملوا لي كوبري واتشهروا العيله كلها على قفايا انا. فانا مع الحق. وفي حاجه هم قالوا ما خدوش الحاجه، نروح البشعه يحلفوا على البشعه في الاسماعيليه يقولوا ان احنا ما خدناش، لسانهم يتقطع كده. يا حبيبتي في معايا ورق فاتوره الايفون، معايا الذهب، معاك فاتوره الذهب وفاتوره التليفون أيوة. بالرقم بتاعها بالسر بتاعها. اول ما هيتحط فيه أيوة. خط هتعرف تجيب أيوة. التليفون وهنعرف مين اللي خد الحاجه. ايوه انا ما تمام؟ خدتش حاجه، انا ما الطريقه خدتش والاسلوب ده احنا ما بنحبهوش. زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. انت اللي دخلتيني، انا ما كنتش داخل ولا اعرفهم. ما انا ما كنتش اعرف ان هم هيعملوا كده. انا ما كنتش اعرف. لو اعرف ان هم عينه بينه يا شريحان، انت شفتي الشقه. انا لو كنت اعرف ان هم بيعملوا كده ما كانش كده. لفيت لك تاني البت لما جت سجلت الاغنيه، لفيت انت في ايديك 1000 جنيه اديتهم للبت، 5000 اديتهم لامها. أيوة. صح ولا لا؟ أيوة. تمام. أيوة حصل. وانت معاك التحويلات اللي كنت بتبعتها لهم، صح؟ موجوده التحويلات كل ده موجود. انت يا ابني ما جيتش على الناس دي، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وبدعي من قلبي حسبنا الله ونعم الوكيل. اي شخص مش هيجيب لك حقك منهم، او اي حد منهم شهد زور يتقلب عليهم مصحف ربنا يتقلب عليهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. نقرا عليهم سوره ياسين يخش عليهم بالخراب المستعجل، يتقلبوا كلهم بالعربيات لو ما شهدوش كلمه حق وادوك حقك. حسبنا الله ونعم الوكيل. الهي ما يوعوا يكسبوا ولا يشوفوا الكسبان بعينهم ولا يفرحوا. سمعتوا؟ وان شاء الله انت حقك هيجي اهو. ايه؟ حقك هيجي. يا بخت من نام مظلومه وما باتش ظالم. انا بقول للناس سمعتوا اهي. يا بخت من نام مظلوم وما نامش ظالم. وهو النهارده الحمد لله الحمد لله طلع شتمني وقال كلام مش في حقي مش حلو. انا خدت اجراءاتي القانونيه وعملت فيه محضر واعرفه ازاي اني انا يتشتم بالطريقه دي ولا بالاسلوب ده. انا مش واخده من الشارع. انا يكفي اللي انا عرفت العالم كله ان تليفوني وتحبي معاهم. وابوها لما بيقول لك التليفون بتاعي ما كانش معاه الا تليفون بزراير، ب 100 جنيه. ما كانش معاه تليفون تاتش يعني. ده انت كنت جايب لي بنته تاني يوم الخطوبه تليفون ب 7000 جنيه وطلع الفاتوره من عند الراجل اللي اتحرق في العربيه قبل ما تجيب لها التليفون التاني الايفون. يعني البنت ما كانش معاها تليفونات ولا كان معاها حاجه. لحد اول امبارح لما قالت لك 10000 جنيه 10000 جنيه وتعالى اكتب الكتاب. اول امبارح قالت لك اصل ياسمين هات لها طقم من عندك بالهدوم اللي انت روحي الشقه هناك وريها الهدوم اللي انت البنت نقياها، الهدوم اللي البنت اللي انت اشتريتها لها. انا غلطان طلعها وريهم الهدوم اللي انت شاريها لها اللي هي نقيها بايديها. ايوه وعمالين يكتبوا منك طقم ورا طقم. خربوا بيتي اتخرب. طقم ورا طقم. وغير كده بيطلع امبارح كانت مع ابوها في كافيه برضو بالطقم بتاع اختك علياء اللي انت اديته لها الكريمي. ايوه ما انا عارف. ايوه ما انا صح ولا لا؟ طيب من السلع تفاحات. انت كده يا ابني ما عملتش الغلط. وتسمع مني بقى يا كروان، والله العظيم الناس دي بصراحه مش هتناسبك. انا اللي كنت جايباهم لك استعوذ ربنا مش هيناسبوك. الناس دي مش هتناسبك. الناس ديت جحشين. يا حبيبتي مش عاوز انا اسيبهم. ما تناسبهمش. مش عاوز. انا بقول لك ما تناسبش الناس دي. واقول لك حاجه، حقك هيخلص. حقك هيخلص يا كروان. هيخش عليهم بالخراب واحد حسبنا الله ونعم الوكيل. في منطقتهم بالقانون نشوف حد يقعد يحل بالقانون بدل ما انا اعمل يعني انا ادخلهم في مشاكل وهم مش حيلتهم حاجه حرام. شفت انت باقي عليهم ازاي؟ يا ريتهم هم كانوا باقيين عليك. يا ريتهم كانوا باقيين عليك. سيد يا بنتي، سيد غلبان، سيد اخواته مسوحينه. هو وطني عم سيد غلبان. انا عارفه غلبان ومراته اغلب منه، بس الست حالم ركبت معاه مع السلام. خلاص يا كروان احنا مش هنقدر نتكلم في الموضوع ده كتير. انت جيب الرجاله اقعدوا مع بعض شوف انت ليك ايه. أيوة. وهم ليهم ايه. هم ما لهمش حاجه عندك. انت صرفت عليهم في الموضوع ده كله ولا 500000 جنيه. والله العظيم. وعربيتي ولعت وكل حاجه خربت. طرفت كل حاجه خربت. انت طرفت. كل ما تكلمك البنت تقول لك ابعت اوبر
اعمل، انت كنت مخليها ملكه ما بتنزلش في الشارع. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم حسبنا الله ونعم الوكيل. الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، وربنا هيجيب لك حقك. وبقول لك اهو، انا بحاسبن على كل واحد مش هيشهد معاك في الحق منهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، وربنا هيجيب لك حق يتقلبوا بعربيه واحد واحد لو ما شهدوش بالحق وادوك حقك عشان انت غلبان. يا رب ان شاء الله، ان شاء الله ربنا ما بيسيبش يا ماما. انت غلبان وربنا مش ربنا ما هيسيب. بيسيبش. وبكره تقعد تتفرج وتشوف بعينك، لو ظلموك اكتر من كده هتقعد وتشوف بعينك قد ايه حقك بيجي لك لحد عندك. يا بخت من نام مظلوم وما باتش ظالم. طبعا يا جماعة الطرف التاني من حقه انه يطلع ويتكلم ويرد على كل الكلام اللي قاله كروان، وعلى كل الكلام اللي اتقال من الناس اللي طلعت كمان مع كروان، سواء شريهان او اي حد تاني. خلينا نكون واضحين ان الموضوع ده واضح كده ان هو جد، مش ترند زي ما احنا كنا فاكرين. انا قسما بالله كنت فاكر ان هو ترند، كنت فاكر ان هو هزار، كنتش بتكلم عنه. انما لما لقيت ان الموضوع بجد اتقلب وبقى جد، لا دي مشكلة، دي مش حاجة بسيطة يعني.